السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا التورتاية دي. تورتاية كده دورين، يعني تنفع للخطوبة وتنفع للزفاف. سهلة جدا والتكنيك بتاعها سهل جدا وبسيط. تابعوا معايا الفيديو إن شاء الله تستفيدوا. أنا معايا كده في العجان كوبايتين من المية الساقعة، وهحط عليهم كوبايتين من الكريم شانتيه البودر اللي هو بدون سكر، ودول طبعا كوبايتين يعني بما يعادل ربع كيلو، يعني الكوباية واحدة بس 8 كيلو. وحطيت حوالي 3 أو 4 معالق من السكر. تمام، أنا ضربتهم بقى على أعلى سرعة لغاية ما بقوا معايا بالقوام ده. أنا معايا الجناش ده اللي هو الجناش الأبيض والجناش البني اقتصادي جدا، وعندي على القناة طريقة عمل اللي هو الجناش البني ده، ممكن حضراتكم ترجعوا له، وأنا هحط لكم اللينك في صندوق الوصف. وإن شاء الله برضو هبقى أنزل لكم فيديو بيه هما الاتنين، يعني الجناش الأبيض والجناش البني. سهل جدا وبسيط. أنا ما حطيتش الجناش الأبيض على طول، أنا حطيت بس كده حوالي معلقتين كبار جدا من الكريمة على الجناش الأبيض، وكذلك برضو الجناش البني. احنا هنحشي طبعا للمبتدئين بالطريقة دي سهلة جدا. انا طبعا ما كانش عندي اكياس بيضة، فبعت ابني يعني يجيب شنط كبيرة كده بيضة للحشو، ملقاش، فاضطريت ان انا احشي في الكيس الاسود. وطبعا هي اكياس نظيفة مش مستعملة قبل كده. انا بحشي طبعا الراق الاول وبعدين الراق التاني، وبالتبادل كده ما بين الكريمة البيضة والكريمة كريمة الشوكولاتة. طبعا تكنيك التورتاية دي سهل جدا وبسيط، وانا مسمياها طبعا تورتة حوض الورد. زي طبعا ما عملنا في التورتاية الكبيرة هنعمل برضو في التورتاية الصغيرة. التورتاية ديت مقاس 26، وانا حطيت لها رق كده ابيض من الاخر بحيث ان انا عايزاها عالية جدا. تمام، وحطيتها طبعا في الفريزر لغاية ما شدت معايا وجمدت. وبعد كده هحشيها بقى بالكريمة اللي احنا ضربناها مع بعضينا. انا حطيت بالظبط حوالي نقطة واحدة بس من اللون الاصفر بحيث ان هي تكسر اللون الابيض. انا عايزاه كده شبه اللون السكري، يعني مش ابيض تلجي، انا عايزاه لون تقريبا سكري. وهنغلف كده من بره بالطريقة المعتادة طبعا، وهتاخدي وقتك في تغليفها من بره لغاية ما تخليها ملساء خالص كده وناعمة. وطبعا ما تبخليش عليها بالكريمة بحيث ان هي تتفرد معاكي بسهولة وتكون الطبقة عليها سميكة. انا هاخد وقتي طبعا بالطريقة اللي حضراتكم كده شايفينها. باخد الزيادات كده من فوق وبحطها. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطبعا ديت عايزة ممارسة منك علشان تعرفي تعملي، يعني لازم تكوني بتجلسي كيك كتير وتورت كتير، فبالتالي هتبقي متمرسة فيه والموضوع بيكون سهل معاكي جدا. طيب فكرة حوض الورد دي أنا كنت شفتها على قناة كده أجنبية وعجبتني الفكرة جدا جدا، ولكن ما كانوش بيستخدموا الحاجات اللي أنا هقول لكم عليها بعد شوية. هم كانوا بيستخدموا ال في كده زي حوض أو يعني زي بولة كده شفافة إكريليك. دي طبعا بتتباع في يعني في المواقع المشهورة اللي انتوا عارفينها طبعا، اللي هي تقريبا مقاطعة. فأنا استعضت عنها طبعا بفكرة تانية، وهي إن أنا أعملها بورق الاسترتش. فكرتها بالظبط قريبة منها جدا جدا وسهلة. أنا هعمل كده تقريبا زجزاج كده، طريقة زجزاج. بعد ما عملت التورتاية وجلستها داير ما يدور كده
للنهاية بالطريقة دي. يا ريت يكون التصوير باين وظاهر قدامكم. كذلك الأمر برضو أنا هغلف التورتاية الصغيرة بنفس التكنيك. طبعا هتاخدي وقتك برضو في تغليف الكيكة التانية. كل ما طبعا ما تجلسي اكتر وكل ما تغلفي تورت اكتر بالكريمة، كل ما هتكوني طبعا متمرسة وايدك واخدة في الشغل ده. موضوع تزيين الكيك دوت سهل جدا وبسيط، مش محتاج غير انك انت بس تمارسي كتير. واي مثلا ديزاين شفتيه من على النت، اتفرجي مثلا على قنوات تزيين كتير، هتعرفي تتعلمي وبأبسط الإمكانيات. لو انت حابة المجال دوت هتمشي فيه، ويعني لو انت حباه فعلا هتستمر عليه وفعلا هتبقي متمرسة يعني. انا قصيت من الفيديو طبعا كتير جدا لاني مش عايزة بصراحة الفيديو يطول. 15 دقيقة بصراحة يعتبر كتير، معلش انا متأسفة جدا ان الفيديو طويل، بس لازم كل تفصيلة كنت اوضحها في الفيديو واوريكم كل حاجة مرت على الفيديو. فعشان بس ما يفوتكيش شيء، انا بعد ما جلست التورتية الصغيرة هعملها كده بالسباتيولا او بسكرايبر المشرشر. وبعدين ما حبيتش ان انا اعمله كله بالكامل كده طريقة الزجزاج، فعملت جزء كده وسبت جزء بالطريقة دي. استخدمت الالوان دي الاصفر والاحمر والبني بحيث ان انا عايزة لون البصلي اللي هو الغامق شبه الورد اللي انا هحطه. فانا ابتديت ان انا اجيب اللون البرتقاني الاول، فكان خفيف شوية، فحطيت يعني حوالي نقطتين كده من الاحمر مع نقطتين من الاصفر، يعني بالظبط بالتساوي كده، فاداني لون برتقاني بس كان فاتح شوية. فانا حطيت طبعا بالتدريج كده لون بني يعني حوالي نقطة واحدة بس، فادالي برضو البصلي بس يعني مش لون بصلي فاتح، يعني برضو ما ادانيش الدرجة اللي انا عايزاها، اللي هو البصلي الغامق شبه الورد اللي انا هعمله او اللي انا هحطه فيه حوض الورد. فاضطريت بعد كده ان انا احط نقطة كمان بني علشان يغمق لي، فطبعا ما طلعش معايا، فاضطريت ان انا احط لونين مع بعضيهم اللي هو اللون الاصفر. طبعا بغمق برضو بالبني، برضو ما ادانيش نفس الدرجة اللي انا عايزاها. اهم شيء ان انت تمشي مع اللون كده بالتدريج، يعني ما تحطيش كده مرة واحدة، لا، علشان انت تحصلي على اللون اللي انت عايزاه فلازم تمشي بالتدريج. فانا حطيت لون اصفر ولون احمر بحيث ان انا ارجع تاني للون البرتقاني، وانا طبعا من قبل كده حاطه اللون البني فبدأ يظهر معايا. المهم كترت شويه في اللون الاحمر والاصفر، آه فاداني برضو الدرجه اللي انا عايزاها، بس يعني بقى يغمق سنه بسنه. طبعا انت تمشي معاها بالتدريج. رجعت حطيت برضو لون اصفر ولون احمر ولون بني، كل ده طبعا بالتدريج لغايه ما تحصلي على اللون اللي هوريهولكوا في الاخر. الفكره زي ما قلت لكم هو عباره عن طبق اكليريك وكده، لكن انا مش متوفر، وطبعا اللي بيتباع طبعا على مواقع المقاطعه زي ما انتم فاهمين. فاضطريت ان انا اجيب الفكره ديت، بصراحه عجبتني ويعني الفتها. هي عباره عن البكره بتاعه كاميرات المراقبه، يعني احنا كنا مركبين كاميرات مراقبه قدام البيت، فالمهم ديت فاضت او ما كانش، يعني كانت خلصت من السلوك بتاعتها، فانا قلت انا استغلها في الفكرة بتاعتنا. فدي طبعا ممكن تلاقيها عند بائع اللي هي المواد الكهربائية يعني والسلوك والحاجات دي، فممكن تلاقيها عنده متوفرة. فطبعا انت بتستخدمي المسدس الشمع، ممكن مش متوفر عادي، ممكن يعني تولعي الشمعية على النار وتلزقي بيها الورد بالطريقة دي، وتنوعي طبعا الورد اللي انت عايزاه. وجبت انا طبعا ما كانش متوفر ليد
يعني أنا سألت عند كذا حد كهربائي ليد، بس بدون فيشة يعني، لأني أنا عايزاه وهغلف عليه الاسترتش، فطبعا ما لقيتش، فاضطريت ان انا اجيب اللي هي البتاعات الصغيرة ديت، انا مش عارفة اسمها ايه، بس هي بتنور كده وبتستحمل، يعني بتقعد كتير جدا جدا. يعني ديت انا كنت جايباها من فرح بنت اختي في التورتايه بتاعتها الكبيرة يعني، فقعدت يعني فترة جامدة جدا جدا من المغرب لغاية بعد الساعة 12 وهي الليد دوت منور يعني، او اللي هي البتاعات الصغيرة دي، الشمع الصغير ده. المهم طبعا بغلف عليه طبعا وبالراحة جدا، داير ما يدور كده، وتشدي جامد الاسترتش لغاية ما يتشد معاكي كده وتحس ان هو عامل زي المراية، وفي شبه كبير جدا من الاكليريك. التورتايه الكبيرة دي يعني بتجيبي بقى طبعا، لو انت مثلا هتستخدميها في البيت ومش هتنقليها لمكان بعيد، انا بجيب اعواد اللي هي الشفاطات او اللي هي الشاليمو، وبتقص كده على قدها بالظبط، بحيث ان انت تعملي قاعدة كده للتورتايه التانية والطبق الورد اللي احنا عاملينه او حوض الورد اللي احنا عاملينه، فعلشان يتثبت اكتر، فحطيت كده طبقة كده بسيطة يعني حوالي 7 كده ولا حاجة بالطريقة ديت، تمام. وثبت فوقيها حوض الورد بالشكل ده، بعد ما شديت طبعا عليه الاسترتش زي ما اتفقنا، وبشويش خالص بنحط الطبقة التانية من التورتاية. داير ما يدور كده. انا كان عندي شريط فايض كده من الشريط اللي هو الفضي ده، بيتباع طبعا عند بتاع الأقمشة والخيط، فبتجيبيه بالمتر، المتر تقريبا عامل 25 جنيه، وبتقصي طبعا الزيادات. انا عندي الورد الصغير ده اهو، انا عادي ممكن اعمل ورد صغير، بس لقيت الموضوع هيطول جدا، ف يعني كده بحط زي نقطة كده بسيطة جدا من الكريمة، بحيث ان انا اثبت عليها الورد الصغير ده ورد صناعي، تمام. فوق خالص كده انا هعمل بالبلة بتاعت الورد، هعمل بيها كده الورد البلدي، وطبعا احنا عملنا كتير جدا جدا الوردة البلدي دي، فانا هعملها قدامكم تاني. وطبعا انا جبت الدرجة ديت من اللون البصلي الغامق. ان شاء الله باذن الله يعني ابقى اعمل لكم فيديو شامل يعني عن تركيب الالوان ومزجها ببعضها ان شاء الله، وتتخذيه كمرجع ليكي، هيفيدك جدا جدا ان شاء الله قريب باذن واحد احد. فتابع معايا ان شاء الله هتلاقي كل جديد. انا طبعا هحط كده وارصها كده بالشكل ده، وهعملها داير ما يدور بس من فوق. انا ما حبيتش ان انا احط في الجوانب ورد يعني ورد صناعي، ولكن في اخر الفيديو كده انا حطيت يعني بعد ما صورت خالص، فانا حطيت قلت يعني لو عجبني الشكل ولا حاجة، فانتوا لو حبيتوا فكرة ان الورد الصناعي يتحط، فابقوا قولوا لي في التعليقات كده ايه رأيكم، يعني بدونها ولا بيها بيكون افضل. الروزيتات طبعا ورق الشجر حطيت لون اخضر على لون اصفر، وكترت الاصفر شوية بحيث انا مش عايزة لون اخضر غامق. وكان عندي كده زي الكريسب كده اللي هو اللولي الفضي، انا حطيته كده في دست وخليته لونه ذهبي، وحوالي كده يعني نص معلقة كده من الدست الذهبي مع نقطة صغيرة كده من المية، وعملتهم كده بالفرشة، وعملت على الورد من فوق، تمام. عايزة تحطي بقى العريس والعروسة حطيه، مش عايزة مفيش أدنى مشكلة، ممكن تحطي وردية في النص وخلاص وتكتفي بكده. لو انت هتخليها تورتة زفاف او تورتة خطوبة ممكن تحطي العريس والعروسة. لو تورتة لأي مناسبة تانية، يعني التورتة دي ممكن تنفع لأي مناسبة تانية، هتشيلي طبعا العريس والعروسة. فانا هي كده كده كانت عندي فحطيتها. ده الشكل النهائي بتاعها، ده الشكل كده النهائي بتاعها. اتمنى يعجبكم، وفكرة الحوض الورد تكون نالت اعجابكم. انا حطيت زي ما قلت لكم ورد كده في الاخر صناعي، فحبيت انا اشوف الفكرة عاملة ازاي، شكلها عامل ازاي. فاذا عجبتكم الفكرة يعني
ونالت إعجابكم، ما تنسونيش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.